بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة عليكم جميع طلابنا وجميع اللي يشاهدون محاضراتنا. شلونكم؟ يا رب الجميع يكون بخير وصحة وعافية. محاضرتنا لليوم هي المحاضرة الأخيرة بموضوع بفر. راح نختم أنا وياكم موضوع بفر. الموضوع اللي شفناه موضوع سهل، وإحنا بهاي المحاضرتين الأخيرات إحنا كنا نحل وزاريات. أستاذ، هنا وزاريات بفر هن بس بهذين المحاضرتين؟ بالتأكيد لا. اذا نبقى نحل وزاريات بفر يعني انا اقول لكم يبقى نسويها فد 50 محاضره بس محاضرات بفر. يعني انتم تعرفون بكل محاضره نحل 3 اسئله، سؤالين 3 اسئله. ليش؟ لان نحلها بتركيز ودقه ونراجع لكم كل خطوه. لكن الاسئله الوزاريه المتبقيه افكارهن كلهن ضمن المحاضرات اللي انا شرحتها، كلهن. كن مطمئن 100%. هذا الشيء طبقته وياك بالفصل الثاني وبالفصل الاول، وان شاء الله طبقه وياك بكل المنهج، فكن مطمئن. الوزاريات الباقيات طبعا ما راح نعوفن، اكيد ما راح نعوفن. الوزاريات الباقيات راح ادزن اني واجب، بحدود 10 اسئله، يعني مو هواي. ادزها لكم واريد حلولها كامله. حتقول استاذ شنو هاي، شو هوايه اعطتنا واجبات الفور؟ لا شو تريد؟ هي غير درجته مضمونه ودرجته ثابته. شوف حبيبي، السؤال شو يقول اضيفه 0.1 مول من محلول BaOH/2. اضيفه 0.1 مول، هذا القوي اللي اضيفه دائما قوي. 0.1 مول من محلول BaOH/2 زين الى 2 لتر. الى 2 لتر دير بالك، هاي اضافه موليه، واضافه موليه حجم اكثر من واحد او اقل من واحد كارثه. استاذ على كيفك، شوي استعجلت. اي والله انا حسيت روحي شوي مستعجل حبيبي. هاي اضافه موليه. اي استاذ، اذا لتر واحد قبل يصير تركيز. ليش؟ لان المولاري يساوي عدد المولات على الحجم. قبل المولات يصير مولاري، لكن اذا اكثر من واحد او اقل من واحد اقول له اوقف، لازم استخدم علاقه. العلاقه تقول المولاري يساوي عدد المولات N على V. المولاري يساوي عدد المولات على V. راح استخدم هاي العلاقه، لازم استخدم هاي العلاقه، لان الحجم اكثر من واحد او اقل من واحد. شفنا الحجم اكثر من واحد، عرفت شلون؟ زين، هسه نجيها نحل بالابيض احسن، ما نريد هواي الوان. انا حتى هنا ما استخدم هواي الوان. يلا ابيض اصفر مو مشكله. زين طلاب، 2 لتر من محلول منو؟ محلول بفر مكون من HCN و NaCN، يعني حامض وملح. استاذ شلون عرفت حامض؟ غير HCN حامض هيدروسيانيك، HCN حامض هيدروسيانيك و NaCN كل منهما يعني السولت والاسيد، سولت واسيد اثنيناتهم 0.3. كم سيكون دلتا BH؟ كم سيكون مقدار التغير في BH؟ يعني هنا يقول لي احسب لي BH حامض وملحه واحده، واحسب لي BH ورا ما ضفت BaOH/2. فمثل ما قلنا طلاب، هنا يريد دلتا BH، لان هو يقول لي مقدار التغير في BH دلتا BH. يعني هنا راح يجبرني احسب له الحامض وملحه واحده مثل ما قلت لك، وحامض وملحه ورا ما ضفت BaOH/2. اللي نحتاجه معطيات، اكيد معطيات. المعطيات، لا قلم ايش بيه؟ لا صار اسود. ليش صار اسود؟ المعطيات باوع يا حبيبي. اضيف 0.1 مول، اقول له هاي الان 0.1 مول من منو؟ من BaOH/2. هذا قاعده قويه. قبل الى 2 لتر اللي حجم ايش قد؟ حجم 2 لتر من محلول بفر مكون من حامض وملح، يعني الاسيد 0.3 والسولت 0.3. كم سيكون مقدار التغير في BH؟ اريد دلتا BH، يعني لازم القى BH1 ولازم القى BH2.
هي اطول اسئله هم الدلتا بي اتش، لكن مو صعبه همين، حلينا احنا عليها. علما ان كي اي ولوج 5 ولوج 2. طبعا هو ما يصير لوج 2. اي لوج 2 صحيح، العفو، لانه ورا الاضافه راح يصير عندنا شغل. زين، لان اكو بعض الاسئله هسه بالوزاريات، هي ضمن الوزاريات، لكن قلت لكم مو النسخ هاي الكامله، اكو ملزمه وزاريات اللي انا معتمد عليها بالاسئله. اكو بعضها خطانين باللوغاريتم اي، فعدلتنا عليه. هسه هنا حبيبي عندي كي اي، شنو عندي؟ كي اي بالوجه روح القى بي كي اي لازم. فشو اسوي هسه قبل لا احل؟ اخطط الحل مالتي، اخطط الحل مالتي، لانه راح استخدم هوايه قوانين، فاذا هيك على الوضعيه هاي ما تكفي، السبوره ما تكفي ويصير حل مخربط. فاحنا نحل حل مخربط؟ طبعا لا. انا والله ما احب احكي بهذا الموضوع امانه، وتدرون بي اغلب طلاب الحضوري مرات، ترى طلاب حضوري هم يشاهدون المحاضرات وياكم، العفو، يشاهدوكم شنو؟ طلاب الحضور هم يشاهدون المحاضرات، يعني يعوضها عادي او يتقوى هو. يقول لي استاذ ايش قد هم حسب كلامهم امانه، يقول لي ايش قد داخل المدرسين وكذا وهاي، وشايف يوتيوب بس اكثر استاذ يرتب السبوره انت. جاني بعض التعليقات، حدث هو التعليقات تجي، تعليق جاني والله يمكن قبل رباحه شفته، ما ادري او رباحه ما ادري اليوم، والله ما ادري، تدرون مو بقبالي الله شاهد. وين الترتيب بالموضوع؟ وين ترتيب الموضوع؟ عمي خلف الله عليك هاي. باع حبيبي. اضيف 0.1 مول من محلول بي اي او اتش باي 2 الى 2 لتر. قلنا هذا كله افتهمناه السؤال. فلما ابدي بالحل اروح احسب بي كي اي. شو اقول له؟ اقول له سالب لوغاريتم الكي اي. البي كي اي سالب لوغاريتم 5 في 10 قوه سالب 5. هاي السالب 5 تجي تنضرب بهاي السالب، شي يصير عندي البي كي اي؟ يصير عندي البي كي اي 5 ناقص لوج ال5 0.7. فاني مجهز اصلا الورقه مال المسوده 5.0 ناقص 0.7 هو حيطلع 4.3 اكيد. هذا حيصير 4، هاي يصير 10 3 4. اذا البي كي اي 4 و3 4.3. تمام. هسه اكتب القانون اللي اني اعرفه، اللي هو حامض وملح. بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوغاريتم سولت على اسيد. زين، البي اتش تنزل، البي كي اي 4 و3، اللوغاريتم تنزل، هذا 0.3 وهذا 0.3، هاي ويا هاي يرحن، فيطلع لي البي اتش 4 و3 باعتبار لوج الواحد. لوج الواحد هو ايش قد؟ هو 0. فالبي اتش قد يطلع لي؟ يطلع لي 4 و3 اللي هي بي اتش 1. لوج الواحد 0، 4.3 زائد 0 4.3 بي اتش 1. اوكي، هسه اجي اتعامل ويا الاضافه مالتي. اول شيء اقول اضافه يا هي موليه، حجم ايش بيه؟ اكثر من واحد. اذا بالوجه اجي اقول له هذا العلاقه، المولاري يساوي عدد المولات على الحجم. زين، المولاري يساوي عدد المولات ايش قد؟ 0.1 والحجم ايش قد؟ 2. اساوي المراتب، فارزه وصفر، راحت الفارزه والفارزه. 1 على 20 همين اقسمها قسمه طويله. 1 كم 20 ما بيها 100 كم 20 5 في 20 100 0.05. المولاري يطلع لي يا طويل العمر والسلامه 0.05 مولاري. بس مو تنساها، وحلفتك بكل ما الانسان يعبده، بكل شيء حلفتك، لا تنسى معادله التفكك. حبيبي تاج راسي ابويا، والله شغله كلش مهمه، والله يابا اذا تنساها هذا الحل كله يصير عندك مشكله بيه. يعني يطلع لوج ما تحت، يطلع اللوج
غلط عندك، يعني تحتاج تقول استاذ احتاج هيك لوج وانت اصلا ما تحتاجه، بينما انت تشوف حلك صحيح ويسلك طبيعي بس هو غلط. فاني هذا اللي يخوفني. اكو بعض الشغلات لما نسويها خطا، مثلا تطلع قيمه كلش عاليه او قيمه اعرف انه اني غلطان او قيمه قلبي ما يرتاح لها، اكيد مره بيكم لان انتم هواي حالين، لان انتم طلاب ابطال. بس هذا البفر ما بي هذا الشيء، يسلك هيك طبيعي هناك يوقفك. زين لازم ترجع تمسح حلك لازم. لا، فشو اسوي هسه؟ اكتب معادله تفكك بي اي او اتش باي 2، معادله تفكك اللي هو يصير عباره عن بي اي زائدا 2 او اتش سالب بموجب 2. ايش قد التركيز؟ التركيز 0.05 وهنا صفر وهنا صفر، هنا حيصير صفر، هنا 0.05 وهنا 0.05 في 2، مو تنسى في 2. اذا الاو اتش انا يهمني او اتش، والله يهمني او اتش 5 في 2 10، مطلوب مالتين 0.1 مولاري. هذا الاو اتش. عدل لو مو عدل؟ اي والله استاذ عدل. خلاص هسه خلصت من الاضافه. هسه شو اسوي اني؟ اقول له اني عندي حامض وملح. بعرف شلون احل السؤال؟ ما قبل اكتب القانون هذا. اني عندي حامض وملح، نضفت له قاعده الحامضيه تقل والملح يزيد. الحامضيه تقل والملح يزيد لان هو حامض، وضفت له قاعده الحامضيه تقل والملح يزيد. اذا شو اسوي؟ شلون اكتب القانون؟ اكتب له القانون انه بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوغارتم خط كسر باور سولت على اسيد، هذا ثابت ادري. هنا ناقص او اتش وهنا زائد او اتش. حتقول استاذ هو حاله حل هذيك الحلول، ايش بيه؟ شنو المشكله؟ المشكله بس بالاضافه. وحتى السؤال بس هيك فكره، شغله بسيطه شغله بسيطه، بس اكو سؤال لا شوي بفكره هم راح احل لكم. البي اتش تنزل، البي كي اي ايش قد قيمتها؟ 4 و3. العفو ايش قد؟ اي 4 و3 نعم. زائد لوغارتم خط كسر السولت والاسيد 0.3 مو تسوي 0.3 ويا 0.3 تروح، مو تسويها عليك الله. لا هنا تفطر قلبي هيك تخلي بيه سكينه وهيك تسوي شك. انا اسوي يعني من تختصرها هاي. اي مستحيل لا تسويها، دير بالك. هنا ناقص 0.1 وهنا زائد 0.1 لان التركيز 0.1. شلون اني اعرف انه اني حلي صح او الاضافه مالتي صح؟ تكون اقل من الحامض والملح، هي فعلا اقل من الحامض والملح. زين البي اتش اني اريدها اللي هي بي اتش 2 بعدين راح تصير يعني بي اتش 2 عادي تقدر تسويها منها بي اتش 2 ما ياثر. البي كي اي اللي عوضنا مكانها 4 و3 زائد لوغارتم خط كسر فوق شي يصير 0.4 والجو شي يصير 0.2. 0.4 هاي ويا هاي حتروح، المرتبه ويا المرتبه تروح. البي اتش 2 انا اريدها الأربعة و3 تنزل زائد لوغارتم 4 على 2 4 على 2 اكيد 2 4 على 2 4 كم 2 4 كم 2 البي اتش 2 4 و3 زائد 0 و3 لان لوج الثنين انطاء لك 0.3. فالبي اتش 2 4 ونص. اكيد البي اتش لازم ترتفع. قول لي ليش؟ تعال نسولف شويه. البي اتش مالتي كانت جوا 7 4 و3 بي اتش حامضيه اموري عدله ملوزه. بي اتش مالتي جوا 7 حلو. ضفت شويه قاعده المفروض شويه تقلل الحامضيه. اذا شويه تقلل الحامضيه البي اتش شويه ترتفع. يعني احنا نعرف البي اتش كل ما تنزل كل ما تصير اكثر حامضيه. فالبي اتش هنا شويه قلت الحامضيه مالتها فشويه زادت. هو هذا بفر مقدار التغير في بي اتش، مقاومه التغير في بي اتش. هسه ما انتهى السؤال،
هاي اوكي وهاي اوكي. هسه تعال انت يابا شنو فد قضيه انت عادي دلتا بي اتش شو تريد؟ بي اتش 2 عندي شنو يعني؟ والبي اتش 1 هم عندي، يعني دلتا بي اتش يساوي بي اتش 2 شو اخلي بمكانه؟ 4.5 ناقص بي اتش 1 شو اخلي بمكانه؟ 4 و3 دلتا بي اتش يساوي شقد هاي 0.3 اللي هو طلعته هنا 0.3 دلتا بي اتش. وهذا الخط اصلا ما احتاجينه. شوف باش راح اكتب لك لا انجازات دون تضحيات، قسم بالله لا انجازات دون تضحيات. صار لي بحدود 4 ايام او اكثر من 4 ايام نوم، يعني انام تدرون شنو؟ انام بال10 اقعد بال12، انام بال12 اقعد بالثنتين، يعني فد نومه يعني تقعد كاره روحك هيك كاره حياتك. اقعد لو اصور لو اقعد عندي تدرون بي انا ذاك من شهاده مره ثانيه اقعد ثاني يوم، يعني هاي اليوم نمت بال10 بالليل وقعدت ب12 بالليل، قعدت قريت لين عندي امتحانين 3 صعبات وما شايفهن ابد، يعني ما لحق وقتي كله لكم. فقريت تقريبا من حدود الوحده لل5 لل6 هيك شيء ورحت للامتحان. واكيد استاذكم راح يجيبهن كلهن امتيازات رغم كل هبدني رغم كل الانشغالات. فطلاب لهنا ينتهي سؤال 2017. شلون حليناه؟ وش انطاني؟ وش رايد؟ رايد دلتا بي اتش. شنطاني؟ حامض وملح، وضاف لي عليهم قاعده حامض وملح. حسبت بي كي اي لازم، حسبت بي اتش الاولى او بي اتش 1 حامض وملح طبيعي. النوبه حسبت المولاريه. ليش؟ لان اني ضايف لك مولات وحجم 2 لتر، قلت له عدد المولات على الحجم طلع لي 0.05. طبقت العلاقه معادله التفكك العفو صار عندي بهذا الشكل. حسبت له الاو اتش، ورا ما حسبت له الاو اتش طبقتها بهاي العلاقه، الحامض راح يقل والملح راح يزيد ويطلع لي البي اتش الثانيه ويطلع لي النوب دلتا بي اتش. بس سؤال سهل ترى ما بي شيء، مجرد شنو؟ مجرد ان الاضافه مختلفه. باوع لي هنا باوع لي هنا هذا السؤال همين ما بي فد مشكله، يعني كل اسئله بفر ما بيها مشكله. هو هذا بفر اللي مخوفيكم من عنده؟ قولوا لي هو هذا بفر؟ قال لكم بس اصعد فصل ثالث الا يجلدك الا يكتلك عمي علي من ما تقول لي علي من هالخوف هذا؟ ايش بيه بفر؟ بس قول لي ايش بيه. مجرد ما استعجل. وطبعا هذا الشيء مطلوب بكل كل الفصول وحتى بكل المواد. ما استعجل. ايش عندي؟ كي اي كي بي حامض وملح قاعده وملح، ايش بيه بفر؟ ما بيش. هنا انا حسوي لك المعطيات. ليش؟ نضال عندنا مجال فنستغل احنا. باو حبيبي اضيفه 0.05 مول. ها شنو استاذ؟ هم اضافه موليه. شباب مو احنا حلينا تركيز مولاري عالي وحلينا اضافه جراميه. اضافه جراميه ما اكو غيرها، المولاري يساوي كتله على كتله مولر في الحجم. اضافه موليه نتعامل وياها باكثر من سؤال. اضيف 0.05 مول همين من بي اي او اتش باي 2، مره الى لتر من الماء المقطر ومره اخرى الى لتر من محلول مكون من HCN و NaCN. طبعا الماء المقطر لا، هذا السؤال ابو التخفيف لا، هذا راح مو هسه نرجع له شباب، مو هسه نحله. هذا مو بهاي المحاضره اللي هي الاخيره، بالمحاضره اللي وراها. يعني المحاضره اللي ورا هاي محاضره التخفيف اللي هو راح ناخذ به هذا السؤال. استاذ يوسف بس ذكرني، هذا هسه احنا محاضره 15 هاي 16، هذا بمحاضره 17 او 18.
نرجع له. اوكي طلابنا الغاليين، بعد ما حلينا هذا السؤال هذا وقلنا هذا السؤال بالمحاضره اللي وراها، هذا السؤال حليناه كامل وقلنا على هذا السؤال بالمحاضره لو 17 او 18. هسه باوع لي فكره هذا السؤال، قايل لي لتر من محلول، فاجيت سويت المعطيات، قلت له اني عندي شنو؟ عندي الفي يساوي 1 لتر. ايش قد؟ 1 لتر من محلول يحتوي على 0.04 حامض ضعيف. من هو الحامض الضعيف؟ ما لك علاقه، المهم هو حامض الاسد. ايش قد؟ 0.04 مولاري، و 0.02 مولاري من ملحه. من هو الملحه؟ هم ما لك علاقه، المهم هو عندي حامض وملح. السولت 0.02 مولاري. زين باع شرايد. ما عدد مولات؟ انتبه اريد عدد مولات، واريد بحجم لتر واحد ترى. من منو؟ من هيدروكسيد الكالسيوم CaOH باي 2. اريد عدد مولات هيدروكسيد الكالسيوم كلها، مو OH، لا CaOH باي 2. لتصبح قيمة pH تساوي 4 و74، الpH 4 و74، والpKa او عفوا Ka 1.8 في 10 قوة سالب 5. واكيد يقول لك علما انه لوج ال 1.8 او 0.26 لازم ينطي لك. باوع عزيزي، باوع حبيبي، باوع تاج راسي. هنا أنا اريد مولات BA او CA، عفوا CaOH باي 2، ما يفرق عندي. اريد المولات مالته، المولات يعني لازم القى تركيز مال CaOH باي 2 تركيز ونفسه يطلع المولات، لان حجم لتر واحد. متفقين؟ حتقول استاذ على كيفك، هو اني دا اشرح اياكم بخطوه خطوه. اني اريد المولات مال CaOH، اذا حسبت التركيز مال CaOH تطلع المولات مالته لا لا؟ اي والله تطلع، مو تطلع لان حجم لتر واحد. زين هذا CaOH باي 2 هذا قاعده قويه. هنا أنا ماكو علاقه ببفر تحسب لي CaOH، بس اكو علاقه تحسب لي OH. لكن CaOH باي 2 نفس القيمه مال OH، لو منو اكبر منو اصغر؟ اكيد الاكبر OH، لان لما اسوي معادله تفكك مو يصير عندي Ca زائد 2 OH. خلينا نفرض هنا 5 0 0 0، هنا يصير 10، يعني ال OH دائما اكبر من CaOH. اوكي لهنا امورنا عدله، امورنا طيبه. يعني اذا القى تركيز ال OH اذا القى تركيزه يطلع التركيز مال CaOH باي 2؟ لا. حتقول استاذ علي شلون؟ اذا لقيت التركيز مال OH اقسمه على 2 يطلع التركيز مال CaOH وتطلع المولات. يعني فكره السؤال انه اريد ال OH اللي موجب سالب سالب موجب هذني. اوكي هالمره هي المجهوله، كل مره هي المعلومه، هالمره لا هي المجهوله. باوع لي شلون نحل السؤال خطوه خطوه، راح اشرحها وراح افصلها، بس ركزوا عليه. زين اول شيء مبدئيا عندي Ka، اروح حقه بKa. طبعا نخطط نكمل تخطيطنا يعني ما انتهى. اول شيء اسويه احسب BKA. اقول BKA يساوي سالب لوغاريتم الKA. اوكي الBKA يساوي سالب لوغاريتم الKA، يخلي بمكانه 1.8 في 10 قوة سالب 5.
البي كي اي يساوي 5 ناقص 0.26. زين البي كي اي يساوي 5 ناقص 0.26 4.74. استاذ يوسف بس شوف الاتصال، شوف جهازي من اللي يتصل عليه عادي جاوب. راح اوكي. بي كي اي 4.74. حسبت البي كي اي طلعت لي 4.74. زين هسه شو اسوي انا؟ هسه اكتب القانون قبل. حتقول استاذ شلون؟ اي شلون؟ انا هنا المضاف ما قلت لك ضفت لك مولاري عاليه او ضفت لك مولات او ضفت لك جرامات، لا كلهن لا. لا شلون؟ باوع علي راح اقول له طبعا هذا خط ما نحتاجه زايد. قبل ايش راح اقول له؟ راح اقول له بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوغاريتم سولت على اسيد. هنا بما انه العفو صوت راح. بما انه هو قاعده اللي ضفته يصير عندي ناقص او اتش وفوق شيء يصير عندي زائد او اتش بهذا الترتيب. ناقص او اتش زائد او اتش لان ضفت سي اي او اتش باي 2. البي اتش انا اريدها. شنو البي اتش انا اريدها؟ دقيقه بعد هاي شنو 4 و74 اخلي بمكان البي اتش 4.74. اذا راح اخليه هنا 4.74 يساوي مكان البي كي اي همين 4 و74. زين زائد لوغاريتم خط كسر السولت 0.02 باوع 0.02 السولت 0.02 زائد او اتش والاسيد 0.04 ناقص او اتش. لهنا امورنا عدله شباب. حسبت بي كي اي طبقت قبل هيك ماكو اي شيء ماكو. لا القى اقول ها احول شو تحول؟ هو اصلا المضاف مجهول. فهنا أنا شنو اسوي شباب؟ هذا احوطه واوديه هناك يطلع لي 4 و74 ناقص 4 و74 يساوي لوغاريتم خط كسر 0.02 زائد او اتش وهنا 0.04 ناقص او اتش. هذا حيطلع صفر اكيد. 4.74 ناقص 4.74 صفر. لوغاريتم راح ينزل لهنا أنا اكمل 0.02 زائد او اتش وهنا 0.04 ناقص. لا هنا صارت ما مرتبه 0.04 ناقص او اتش. زين مكان لوج الصفر شنو نعوض طلاب؟ نعوض لوج الواحد. بمكان لوج الصفر شنو نعوض؟ لوج الواحد، لان لوج الواحد هو قيمته صفر. يساوي لوج 0.02 زائد او اتش وهنا 0.04 ناقص او اتش. زين مكان لوج الواحد شنو راح يصير لوج الواحد؟ اصلا هذا اللوج حيروح ويا اللوج. هذا اللوج ايش بيه؟ يروح ويا اللوج. الواحد راح ينزل يصير عندي خط كسر 0.02 زائد او اتش على 0.04 ناقص او اتش. هذا مقامه واحد وسطين في طرفين، يعني يصير عندي 0.02 زائد او اتش. طبعا
زائد او اتش، دي اخبط القلم، يساوي 0.04 ناقص او اتش. لهنا شبابنا 0.02 زائد او اتش نزلت في هذا الطرف في هذا الطرف، ما عندي اي مشكله. شوف 0.04 بقي بمكانه، هذا 0.02 راح احوطه واشمره من هناك، وهاي الناقص او اتش راح احوطها واشمرها من هناك. يعني شو يصير؟ او اتش وجدتها او اتش يصير عندي 2 او اتش، هذا 0.04 بقى بمكانه، تحول ل 0.02 يصير ناقص 0.02. 2 او اتش تنزل، اللي يساوي ينزل 0.02 حاصل طرح 0.04 ناقص 0.02. 0.02 اقسم الطرفين على 2، الاو اتش راح يطلع لي 0.01 مولاري. ركز وياي، الاو اتش يطلع لي 0.01 مولاري. ما انتهى الحل، هو شو انتهى الحل؟ هسه شو اسوي؟ باوع لي. راح اكملها بهاي الخطوه جواها. هسه شو اسوي؟ هسه حبيبي راح احسب تركيز السي اي او اتش باي 2، راح احسب تركيز سي اي او اتش باي 2، وهسه باوع لي شلون. شو اجي اقول له؟ اجي اقول له انه سي اي او اتش مثل ما اتفقنا قيمته نص القيمه مال او اتش، فالقيمه مال او اتش راح تتقسم على 2. يعني اقول له العفو، اقول له التركيز مال سي اي او اتش باي 2 يساوي او اتش على 2. اتمنى السؤال هذا ينفهم بشكل كلش جيد. الاو اتش 0.01 على 2، هاي المرتبتين خلي فارستين وصفرين. 1 على 200، 1 على 200 ما بيها، 10 كم 200 ما بيها، 100 كم 200 ما بيها، 1000 كم 200 بيها 5. 0.05 او بوينت تركيز السي اي او اتش باي 2 راح يطلع لي 0.005 مولاري، لانه الفي 1 لتر راح يطلع لي السي اي او اتش باي 2 0.005 مول. طلاب اعيد لك السؤال على مود نختم وياكم بفر ان شاء الله. هذا قلت لك هذا السؤال الوحيد فكرته مختلفه، على اساس نحل السؤال اللي قبله، لكن قلت لكم هاي بالمحاضره مال لو 17 او 18 باذن الله. فكره السؤال عزيزي انه انا عندي حامض وملح، قلت له عندي اسيد وعندي سالت، حلو، وعندي بي اتش وعندي كي اي، اموري كلها بخير. قال لي اريد مولات سي اي او اتش، عادي يجوز اغير لك اياها، يجوز اسوي لك اياها اتش 2 اس او 4، يجوز اسوي لك اياها ان اي او اتش. شو تسوي؟ تطلع نفس الشيء، لان ما بيها اثنين. اذا اقول لك اتش 2 اس او 4 نفس الشغل، اريد مولات اتش 2 اس او 4 مثلا، همين لازم اقسم على اثنين. اذا اقول لك اريد مولات اتش سي ال، همين ما اقسم على اثنين، راح يطلع السي ال حاله ان اي او اتش. فالشغل انه انا سويت عندي لتر واحد، هذا اللتر الواحد انه المولاري يساوي المولات، تمام. ايش ضفت لك؟ ضفت لك حامض وملح. اريد المولات مال سي اي او اتش، المولات مال قوي. قلت له اني عندي بي اتش. قال لي اي عندك بي كي اي؟ لا والله ما عندك، بس عندك كي اي. قلت له اي، اروح القى بي كي اي، لقيتها طلعت بي كي اي. قال لي اي وبعدين والله شو تسوي؟ عباله ما اعرف اني. طبقت له العلاقه بي اتش بي كي اي سولت، بما انه هو حامض وملح، وضفت له قاعده الحامض راح يقل والملح راح يزيد. ناقص او اتش زائد او اتش، عبرت 4.74 صار صفر، عوضت بدون ما اسوي شيء، مكان لوج الصفر شلته وخليت لوج الواحد، اختصرت اللوج ويا اللوج، صار عندي 1 على 1 يساوي 0.02 زائد او اتش على 0.04 ناقص او اتش.
وسطين في طرفين. 0.02 زائد OH يساوي 0.04 ناقص OH. ال OH يم ال OH ورقم يم الرقم. 2 OH يساوي 0.04 ناقص لأن تحول 0.02. 2 OH يساوي 0.02 أقسم الطرفين على 2 ال OH يطلع لي 0.01 مولاري. ال OH طلعت عندي 0.01 مولاري. قلت له هنا أنا عندي CaOH باي 2. لما عندي CaOH باي 2 شنو اللي أسوي؟ أنا لما عندي CaOH باي 2 أقول إنه ال OH قيمته ضعف القيمة مال CaOH باي 2. فلازم التركيز مال CaOH باي 2 أقسم ال OH على 2 عم يطلع لي قيمة ال CaOH باي 2. فاجيت قلت له CaOH باي 2 تساوي OH على 2. 0.01 على 2 يطلع لي 0.005 مولاري. لأنه ال V1 لتر اجي اقول له ان المولاري يساوي المولات وينتهي حل هذا السؤال. فلهنا أنا طلابي الغاليين ختمنا وياكم محاضرة بفر اللي هي محاضرة رقم 16 من الفصل الثالث، وختمنا وياكم ايضا اسئلة بفر، وختمنا محاضرة اليوم. نشوفكم ان شاء الله بالمحاضرة الجاية باذن الله. الموضوع الجديد موضوع كله سهل، مو بس سهل والله، والموضوع اللي وراء الذوبانية هم كله سهل، فابد لا تخافون لا تشيلون هم، ماكو اي شيء صعب. هذا اكبش بالعاميه نقول اكبش، يعني اقوى اكبش موضوع الفصل الثالث هذا فنشناه كل شيء ما بيه، بالاضافه للوزاريات اللي راح ادز لكم تحلوها. فنشوفكم بمحاضره جديده ومواضيع جديده، ونقول لكم مع السلامه.